الذي يعذب. نعم. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله مثل الذين وقوله هؤلاء فيما يظهر علم عند الله أن المقصود بالكفار الذين لا حسنات لهم، بمعنى الذين هم من أهل النار هم من قامت عليهم الحجة الرسالية. ويشترط في الحجة فهم الحجة. الله عز وجل لما قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ضع 3 خطوط تحت كلمة تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي الكافر الذي يخلد في النار والذي مآله إلى النار مباشرة والذي استبان له الحق في هذه الدنيا وعاند وجحد وأصر على كفره. لكن من لم تبلغه الحجة من أهل الكفر وهم كفار في الدنيا مردهم إلى الله يوم القيامة يختبرون ويكون حالهم حال أهل الفترة الذين كانوا بين رسول ورسول لم تبلغهم الدعوة فيختبر هؤلاء كما يختبر هؤلاء. نعم. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء فقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. يعني في النار كلهم مخلدون في النار، لكن عذاب هذا كعذاب هذا. وقد يستدل لذلك بقصة أبي طالب الذي ساند النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عذابه أخف عذاب أهل النار إن كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن قد تكون حسنات يعني بعض الكفار ينافح عن قضايا المسلمين ويدافع عن قضايا المسلمين يعني حمل رسالة في هذه الدنيا ليدافع عن المستعمرين والاستبداد وضد الاستبداد وغير ذلك، فيكون هذا مصيره في الآخر أن يكون عذابه وإن كان مخلدا في النار يكون عذابه أقل ممن لم تكن له حسنات الدنيا. هذا مع الرجوع إلى الأصل الذي أصلناه قبل قليل وهو الكافر الذي تبين له الحق. أما من لم يتبين له الحق فالأصل أنه يختبر في الآخرة كحال أهل الفترة. نعم. قال المصنف وفي عرصات قيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه كلها بعضها ورد في البخاري وبعضها ورد في مسلم وبعضها ورد عن بعض الصحابة. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم فهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعلو علوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كذلك تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث إلى آخره فإن العرصات يعني أكثر من موقف كما قال هو عرصة المكان البيداء التي ليس فيها شيء، وهي عبارة عن مواقف مختلفة. نعم.
فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقوله والصراط منصوب إلى آخره. أصل الصراط الطارق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه، لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشهرة وأحد من السيف. أنه أدق من الشهرة وأحد من السيف. هذا الحديث يقول لم يصح مرفوعا لكن صح موقوفا من حديث من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني من الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. قال المصنف وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح قوله وأما من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، قال كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. هذا حديث يقول هذا إسناده ضعيف رواه الترمذي، لكن لكل قطعة منه ما يشهد لها مما صح. فيقول مثلا أن أكثر الأنبياء تبعا، لكن يشهد لأول أحاديث أخرى منها أحاديث أن أكثر الأنبياء تبعا من أول من يقرأ باب الجنة. وحديث آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ أقول أنا محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. ويشهد لوسطه حديث أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فوقع قعرها، وهكذا. دمج الحديث بهذه الطريقة لم يثبت بإسناد صحيح، يعني دمج كل هذه الجزئيات وهذه الفقرات في حديث واحد لم يصح بها الحديث، لكن ورد لكل جزئية من الحديث ما صح بها الحديث، يعني أول الحديث ووسط الحديث وآخر الحديث كل منها ورد بحديث صحيح مستقيم. نعم. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، كما قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة،
فما لنا من شافعين إلى آخره. مبني على أصله أن الله يجب عليه أن يثيب المطيع ويجب عليه أن يعاقب العاصي والمسيء. فعلى الأصل كيف يقولون بإيجاب معاقبة العاصي والمذنب ثم بعد ذلك يقولون بالشفاعة؟ لا يستطيع. إذا كان يجب عقاب العاصي ومجازات المذنب لا تستقيم على القول بالشفاعة، لذلك أنكروا الشفاعة واستدلوا بهذه الآيات التي واضحة لأي واحد أن المقصود بها نفي شفاعة معينة لأنه أثبت شفاعة أخرى، نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين وأثبت الشفاعة لغيرهم من أهل القبلة. هذا قولهم ماشي على الأصل الذي ذكره حتى لا يقع في التناقض. نعم. سؤال في الشفاعة قال الله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الإنسان يقدر يدخل زعما نقولوا الجنة ويشفع الإنسان ثم عظم الله يشفع له. هذه من الشفاعات الكرهة بعد ذلك. الشفاعة الثالثة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه معناها واضح أن الله لا تكون الشفاعة عنده إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. من ذا سؤال إنكار، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. هذا معنى الآية، يعني لا أحد. من ذا سؤال استفهام إنكاري معناه النفي، والدليل الاستثناء بعد ذلك. لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. والإذن كما قال الشيخ التصريح بأنه لا شفاعة إلا بإذنه إثبات للشفاعة، إنكار لشفاعة معينة يتضمن إثبات شفاعة أخرى. إنكار للشفاعة بغير بإذن الله إثبات لشفاعة بإذن الله. أما الشفاعة في من دخل النار أو من سيدخل النار أن لا يدخلها أو من كان في النار فيخرج منها، هذه كما قال الشيخ كما قال ابن تيمية شفاعة تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبت لغيره من الأنبياء والصالحين كالشهيد الذي يشفع في 70 من أهل بيت، فهي ثابتة للصالحين. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يربطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثهم إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. المقام المحمود هو الشفاعة لفصل القضاء بعدما يعرف الناس ويصيب الناس كرب عظيم، يعني بعد الحشر ويأتون كل الأنبياء وكل نبي يعتذر، وبعضهم يذكر ذنبه وبعضهم، وعيسى بن مريم عليه السلام لا يذكر ذنبا لكن يعتذر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا، فيأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. هذه شفاعة عظمى، وهي المسمات بالمقام محمود، وبعثه المقام محمود الذي وعده. بعضهم قال هو أن يضع الله تبارك وتعالى نبيه على العرش، هذا واضح عن بعض السلف، لكن الأقرب أن هذا هو الصحيح، هو أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، هو الشفاعة العظمى للفصل بين العباد يوم القيامة. هذه شيخ الآية الشفاعة وهي عن النجم جاءت بعد الحديث عن اللات والعزى وكم من ملك في السماوات. نعم، لإنكار شفاعة الشركية. هي الأعظم من ذلك أنه قال حتى الملائكة لا تشفع إلا بإذن الله، فإذا كانت الملائكة لا تشفع إلا بإذن الله فكيف بالمعبودات الأصنام المصنوعة من حجر وشجر وغير ذلك؟ بل حتى الصالحون لا يشفعون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان به، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها،
وتضم إليهما ثالثا وتنضم إليهما ثالثا، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من نار كما ورد في